انت تعرف ان المغول كانوا بيكسبوا من غير حرب؟ المغول ما كانوش زي ما الافلام والمسلسلات ما صورتهم، ان هم عباره عن شويه ناس قصيرين ولابسين اسود وعددهم كبير وبيقعدوا يعملوا وا 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 وهم بيهجموا، ولما بيهجموا على ارطغرل بيهجموا عليه 3 في المره الواحده عشان لما يموتوا يخرجوا من الكادر ويرجعوا يهجموا عليه تاني. معلش اصل احنا الانتاج عندنا على قده فبنوفر في القصه. الحقيقه ان كل ده افلام ومسلسلات. المغول غير ان هم كانوا مقاتلين اقوياء جدا، كمان كانوا اساتذه في الحرب، وكونوا خبرتهم الحربيه دي بسبب غزوهم للصين. الصين زي ما انت عارف هي بلد كبيره جدا، وكانت عباره عن مدن محصنه باسوار وقلاع تحميهم من اي غزو، وعلشان كده المغول طوروا من اساليب الحرب بتاعتهم واخترعوا الات تساعدهم زي المغانيق. واكتر حاجه خلتهم يخلصوا الحرب دي في وقت قياسي هي الحرب النفسيه. فكره الحرب النفسيه من بشاعتها وقذرتها ما تخطرش على بال الشيطان نفسه. كانوا بيلعبوا على نفسيه العدو بتاعهم، اول لما يدخلوا مدينه يقتلوا كل الناس اللي فيها ويحرقوها، عشان المدينه اللي بعدها لما تسمع عن اللي حصل للي قبلهم يفكروا في الخساره قبل المكسب. يقول لك يا عم احنا لو خسرنا هيحصل فينا نفس اللي حصل فيهم، فيسلموا من غير حرب على امل ان هم يسيبوهم في حالهم. فاول لما المغول يوصلوا المدينه يفتحوا لهم الابواب وكمان يدوهم المفاتيح، اللي هو احنا عارفين ان انتوا جايين من سفر فمش عايزين نتعبكم، واتفضلوا بقى الحمامات من هنا لو حد عايز ياخد دش ولا حاجه، وادي اوض النوم لو عايز تريح شويه على ما احنا نحضر لكم الغداء.